توفي اليوم السبت ابن الفنانة راضية منال المدعو ريان والبالغ من العمر 21 سنة. وحسب المعلومات المتوفرة فإن الشاب ريان توفي في مستشفى مصطفى باشا بالجزائر العاصمة، وهذا بعد صراع مع مرض السرطان. ومن جهتهم قدم العديد من الفنانين والممثلين تعازيهم لراضية منال إثر وفاة نجلها، على غرار يوسف يحيوي والإعلامي مسين حامية، حيث كتب تعازينا الخالصة للصديقة الفنانة راضية منال على إثر وفاة ابنها ريان. إن لله وإنا إليه راجعون، كل نفس ذائقة الموت، اللهم ارحمه واجعله من المتقبلين، وافرغ على والدته صبرا كبيرا يا رب. ونشر رضا رئيس على صفحته أيضا تعازينا الخالصة للصديقة الفنانة راضية منال على إثر وفاة ابنها ريان. إن لله وإنا إليه راجعون، كل نفس ذائقة الموت، اللهم ارحمه واجعله من المتقبلين، وافرغ على والدته صبرا كبيرا يا رب. كما علقت الممثلة مفيدة عداس عبر منشور لها: الله أكبر، إن لله وإنا إليه راجعون، خبر نزل علي كالصاعقة، لا حول ولا قوة إلا بالله، ربي يرحمك، ربي صبرك أختي وحبيبتي راضية، دعواتكم له بالرحمة. في حين كتب الفنان عمو يزيد ببالغ الحزن والأسى: تلقيت خبر وفاة ابن أختي وصديقتي فنانتنا راضية منال، الله يرحمه ويعطيكم الصبر، إن لله وإنا إليه راجعون.